والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم احلى واجمل متابعين واخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير كلكم وبصحة وسعادة يا رب العالمين. مساء السكر، مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة عليكم. روتين النهاردة كله نشاط وحيوية. اتمنى كده لو الفيديو عجبكم او تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد بنزله هنزله ان شاء الله. يلا نسمع النبي عليه افضل الصلاة والسلام وندخل الفيديو بتاعنا بقلب جامد. طبعا النهارده كده زي ما انتم شايفين كله غسيل وكله بص تعب وارهاق بقى والدنيا بايظه معانا خالص. وطبعا كل اسبوع لازم الغسله اللي احنا بنغسلها والترويقه كده ونقلب كده البيت كده من اوله لاخره، ده بيبقى حاجه اساسيه كده في البيت. طبعا اشتغلت النهارده في المطبخ وزي ما انتم شايفين كده رغاوي بقى وصابون والدنيا كده كانت مبلبطه معايا خالص. هقول النهارده اسامي الناس اللي كانت كاتبه 5 تعليقات، اول ناس كتبت 5 تعليقات ورا بعض هقول اساميهم النهارده، بس بعد ما اكمل كده كلامي في الفيديو. كملوا معايا الفيديو الاخر، واللي لسه ما كتبش 5 تعليقات اول ناس تكتب 5 تعليقات هقول اسمهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. اللهم صل على النبي. النهارده بقى طبعا كان في كوبايات بقى، الكوبايات اللي احنا بنشرب منها والكوبايات اللي لازم تكون جاهزه على طول. مثلا جالي ضيف مثلا ولا كده، الكوبايات طبعا بتطلع بعمل فيها مثلا كوبايه قهوه كوبايه شاي ولا كده، فلازم ان هي تكون نظيفه. هي دي حاجه اساسيه مثلا ان انا اطلعها واشطفها، لو تشطيفه بس بميه خفيفه كده من غير صابون دي حاجه اساسيه. بس طبعا عشان تكون برضو نظيفه وشكلها نظيف وريحتها نظيفه، ولا حد يقول ايه القرف ده ولا ايه اللي هي بتعمله دوت ولا كل الشغل ده، عشان حاجتها تبقى نظيفه وتطلعيها كده جاهزه ومن غير كمان ما انت تشطفيها. حاولي كده في الاسبوع زي ما انا كنت قايله لك في فيديو قبل كده ان تبقى يعني التنظيفة ديت والقلبة اللي احنا بنقلبها كل اسبوع ديت هو بس يوم في الاسبوع. اعملي جدول كده، يعني هيبقى برضو عندك يومين راحة في الاسبوع، وباقي مثلا الاسبوع خدي كده منه يومين ولا يوم نضفي فيه واقلبي كده البيت فيه، لان طبعا البيت بيبقى محتاج ان هو يتنضف كل فترة. فاحنا مش هنعمله كل فترة ويبقى ناس كسلانين بقى ولا الشغل ده، لا 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 عندناش الكلام ده خالص. فاحنا كل اسبوع هو الاسبوع 7 ايام، خلي السبت والجمعة اجازة ما زعلكيش ابدا، وال5 ايام الباقيين خلي مثلا فيهم يومين تنظيف بقى وترويق بقى في الصالة وفي الريسبشن وفي المطبخ بقى وفي البلكونات وفي السلم والشغل ده كله. وال3 ايام الباقيين يبقى بقى طبيخ على قد الطبيخ بقى، مثلا على قد مثلا تنشيرة هدوم، على قد غسلة هدوم، على قد مثلا كنيس كده بس. تمام، بكده بيكون الاسبوع معاكي متنظم وبيتك يكون متنظم والدنيا معاكي تمام. صلوا على النبي يا جماعه، اللي لسه محطلوش اللايك بتاعي حطوا اللايك بتاعي منكم فضلا وليس امرا. احب اقول بقى ال5 اسامي اللي كانوا معايا في الفيديو اللي فات. والله العظيم كل واحد كان اول مره يكتب في في الفيديو اللي فات كنت بكتب اسمه على طول في ورقه ولا في كراسه ولا في اي حاجه علشان ما انساش، لان في ناس بتزعل وكده وما اقدرش على زعلكم ابدا ابدا. اول اسم اللي هو جيمي هو الاسم بالانجليزي، بس انا ترجمته وطلع معايا جيمي اللي هو ابن خالتي. وتاني اسم اللي هو محب اليمن، بشكره جدا وكل تعليقاته يعني كويسة وعلى راسي من فوق، وده شرف ليا برضو ان هو يكون موجود معايا في القناة ديت. وتالت اسم اللي هو اسمه الشاعر دونك، هو برضو مكتوب بالانجليزي بس انا ترجمته بالعربي. اما تالت اسم بقى نبيل من المغرب دوت برضو ليه شرف كبير كبير جدا عليا، ويعني شرف كبير برضو ان هو يكون موجود معايا قناة، ويعني انسان محترم جدا. دوت رابع اسم. تالت رابع اسم 5 اسم بقى نانا، هو مكتوب برضو بالانجليزي بس
ترجمته بالعربي نانا، ما اعرفش بقى بنت ولا ولد، بس هو ولد يعني. دول ال5 اسماء اللي كانوا معانا في الفيديو اللي فات. المفروض ان انا اقول اسمهم في الفيديو دوت، واللي لسه بقى مش هيكتب ال5 تعليقات، اول ناس تكتب 5 تعليقات ورا بعض في الفيديو دوت هقول اسمهم ان شاء الله باذن الله. لو لينا عمر كده هقول اسمهم في الفيديو الجاي. صلوا بقى كده على النبي يا جماعه، واللي لسه محطليش اللايك بتاعي حطوا لي اللايك بتاعي منكم فضلا وليس امرا. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده انا غسلت الكوبايات ونظمتها وروقت الدنيا خالص كلها وظبطت كده الدنيا. عارفين بقى انتوا الرخامتين اللي هما بيبقى اساس حاجه كده في المطبخ، اللي هو ايه، اول حد مثلا بيدخل المطبخ بتاعك يلاقي الرخامتين دول لو مثلا مش متنضفين، عليهم مثلا زيوت، عليهم بقى مثلا بواقي من الاكل ما هماش شكلهم حلو، كل الكلام دوت فبيبقى شكلهم كده مش لطيف خالص. انا قلت ايه، شويه الصابون اللي انا كنت مرغياهم دول عشان الكوبايات فهغسل بيهم الرخامتين، يعني ايه 2 في 1 كده، نروق الدنيا ونعنش الدنيا ونعنشوني معاكم. واللي لسه محطليش اللايك يا جماعه يحطولي اللايك بتاعي، عايزه تفاعل كتير جدا جدا على الفيديوهات، وهستنى منكم ال5 تعليقات. اول ناس تكتب 5 تعليقات ورا بعض ان شاء الله هقول اسمهم في الفيديو الجاي. هعمل بقى الرخامتين دول، الرخامة اللي هي الاولانية والرخامة اللي هي التانية اللي عند البوتاجاز، برضو هنضفهم كده وهظبطهم وهنعنشهم بشوية الصابون بقى دول. وفي اول الفيديو كنت موريه لكم البتاعة اللي انا بغسل بيها اللي هي الصفرة في الخضرة دي. البتاعة دي جميلة جدا 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 يا بنات، بترغي وبتنضف وبتدي للواحد كده نشاط وحيوية طول ما هو شغال، يعني الرغاوي والحاجات دي كلها، وريحة حلوة، يعني ريحة صابون وريحة كوليركس وحاجات يعني ايه تفتح النفس كده اللي هي تشجعك على النظافة. البتاعة ديت مش غالية، هي ب10 جنيه فيها 3، هتقضي معاكي بقى الشهر وشهر ونص كمان، انت حافظة عليها وعلى حسب بقى محافظتك انتي. جميلة قوي قوي. هي سفنجة وعليها كده بتاع خضرة يعتبر زي السلكة كده، بس بترخي وبتدي معاكي شكل لطيف كده، ويبقى يعني بصراحة هي مش غالية وحلوة برضو في نفس الوقت. انصحكم بيها احسن من السلكة اللي هي بتبقى النحاس التانية ديت ما بتبقاش حلوة، يعني انا جربت دي وجربت دي، بس النحاس اللي هي التانية ديت ممكن تعور ايدك، ممكن مثلا ما تنفعش مع الكوبايات، ممكن مثلا ما تنفعش مع الحلة اللي هي اللي بتعلم على طول من اللي قولوا معايا من اللي اللهم صل على النبي، من السلك والحاجات دي كلها، يعني في حلال بتعلم من الحاجات ديت، يعني ديت طرية عليها بقى وكده لان هي يعتبر سفنج وكده، يعني انصحكم بيها احسن من اللي هي التانية اللي النحاس. هنا بقى دخلت على البوتاجاز، طبعا الفيديو بتاعنا كده والله العظيم قمر قمر قمر، يعتبر كله كده نشاط وحيوية، وطبعا انا ما ظهرتش فيه كتير، بس عشان يعني ايه اشجعكم كده معايا بدل ما اكون ظاهرة ومفيش تشجيع كده، فحبيت ان انا اجيب الكاميرا على الشغل على طول عشان تبقوا متشجعين كده. واللي لسه ما عملش التنظيفه بتاعه الاسبوع اللي احنا متعودين عليها يروح كده ويعملها، احنا خلاص بقينا هو في اول الاسبوع، نبدأ كده الاسبوع بنظافة وبرتابة والدنيا تبقى معانا تمام. طبعا احنا لسه يعني ايه لسه في اول الاسبوع، يعني بايدك اسبوع كامل اهوت تبدأ ان انت تنظمي فيه جدول بتاعك بقى، زي ما انا قلتلك جمعة والسبت خليهم يا 6 اجازة ليكي، والاربع ايام التانيين ولا هما ال5 هتخلي مثلا 3 تنظيف كده وترويق وطبيخ بس، واليومين التانيين هتخليهم تنظفي فيهم بقى البيت بس. بصي اليومين دول تخليهم بقى تجيبي من اعماق البحار، تجيبي كده اللي نفسك فيه كله، يعني تنضفي بقى كده وتروقي في اليومين دول عشان بقية الاسبوع تقعدي مرتاحة ونفسيتك مرتاحة، ولو حد جالك تلاقي كده مش عاتلة هم حاجة. هنا بقى كده يا جماعة وصلوا على النبي، كان في فاضل كده وعيتين طبقين بقى ومعلقتين وحلة كده، قلت هغسلهم وهغسل معاهم الحيط كده كمان بالمرة عشان يكون خلصت اللي ورايا. يعني انا عملت الكوبايات ونظمتها وروقتها، وعملت الرخامتين برضو اللي هي الرخامة الاولانية والرخامة التانية، ونضفت برضو البوتاجاز لمعته كده وروشته، وكان بصراحة ما اقولكمش. هعمل برضو الارضية بتاعة المطبخ، وبصراحة الصابون اللي انا كنت شغالة بيه دوت جميل جدا 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 يا بنات، بيعمل ريحة حلوة وبيرغي، ومنه برضو يعني ايه
رخيص، يعني هو بيدي ريحة حلوة، هبقى برضه هوريهولكم في فيديو جاي. بيدي ريحة حلوة وبينضف ومنه برضه رخيص، يعني مش غالي. للي كانت بتقولي اللي انا ما عنديش ميزانية ان انا اجيب الحاجات الغالية دي كلها، فانا هجيب لك اقل حاجة خالص. يعني هجيب لك مثلا اللي هو ايه، كيس ما عادش فيه دلوقتي كيس صابون سيل ب3 جنيه، اقل حاجه دلوقتي 5 جنيه. وبيبقى كمان عليه ميه كتير ومبقاش حلو كده، بيبقى سيل خالص. انا بقى هجيب لك مثلا كيس، هو ب5 جنيه، وهيبقى معاكي يقضيك الاسبوع. بس طبعا بقى على حسب انتي وشطارتك بقى وانتي وغسيلك في المواعين. هوريهولك، وهو طبعا بيتجاب من المصنع ذات نفسه. يعني احنا ما بنشتريهوش كده من محلات، لان طبعا المحلات بتكون حاطه ميه عليه وكده. هنا طبعا بقى معايا شويه صابون كده مرغيين وريحتهم تحفه تحفه تحفه. قلت ايه، بدل ما هرميهم هنضف بيهم ارضيه المطبخ، علشان كده يكون خلصت منه خالص. صبيت كده شويه، وهبدا بقى بالمقشه كده ادعك الارضيه بتاعه المطبخ عشان تكون ريحتها حلوه كده وشكلها يكون نظيف كده وبتبرق كده وبتلمع. وهفرش تاني الفرشه، بس طبعا بعد ما انشف كده الارضيه واروق الدنيا خالص. صلوا على النبي يا جماعه، واستنوني فيديو جديد. طبعا النهارده كده الفيديو بصراحه قمر قمر قمر. طبعا بقى خلاص لميت الصابون، بس كان فاضل كده شويه صابون صغيرين. جبت طبق مثلا او اي حاجه بلاستيك. وجبت بقى شويه ميه عاديه خالص من الحنفيه علشان تشيل معايا الصابون، عشان محدش يدخل يتزحلق ولا كده. وهنا بقى يعتبر الفيديو بتاعنا خلص النهارده. اتمنى يعجبكم، ولو عجبكم لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.